عايز اقول لكم بس على خبر نشرته اليوم السابع. بيقول كده: تسببت شركة CNE المسؤولة عن تشفير القنوات في مصر والتابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي في خلاف حاد قد ينتج عنه قطع شبكة قنوات BN سبورت إرسالها نهائيا عن المشتركين المصريين في باقتها. كانت BN سبورت طلبت من الشركة المصرية المسؤولة عن تشفير قنواتها في مصر إضافة قنوات جديدة للباقة الحالية من باب التنوع وخدمة المشاهدين، زي قنوات الأطفال والمطبخ وعالم الحيوان والأفلام. لكن القائمين على CNE رفضوا، مما تسبب في خلاف حاد من الممكن أنه ينتهي بقطع الإرسال عن المشتركين في مصر. برضو اليوم السابع مكملة ما يعني منع المصريين من متابعة الأحداث الرياضية، وفي مقدمتها مباريات الأهلي والزمالك وإنبي والمقاصة في بطولة أفريقيا لكرة القدم، بداية من دوري المجموعات وبطولة أوروبا في فرنسا، ومباريات المحترفين المصريين خارجيا زي محمد صلاح والنني وغيرهم. الحقيقة مش فاهم، وده بريس ريليس، بيان صحفي يعني طالع من الشركة القطري واليوم السابع نشر البريس ريليس، ولا ده رأي الصحفي اللي شايف ان CNE لازم تفتح دراعاتها او تتلوي دراعاتها للقطريين لحد ما يبقوا في حضننا اكتر ما هو في حضننا. شيء غريب اصلا ان CNE او الدولة ككل تنازلت وفتحت الباب على مصراعيه لBN سبورت انها تدخل علينا بحمارها. سكتنا لها، دخلت بحمارها. لو مصر راحت لكل بطولات اوروبا وطلبت انها تستثنى من الاتفاقيه اللي واخداها BN سبورت في الشرق الاوسط، وقالت انا عندي وضعي الخاص واشتغل على البلاتفورم بتاعي اللي موجود بتاع التشفير اسمه CNE، كان الكلام ده توافق عليه. لكن حصل تخاذل مصري. الموضوع على فكره ده مش موضوع ترفيه ولا فلوس، ده موضوع امن قومي. لازم يبقى عندنا احنا منصه التشفير بتاعتنا انها تقدر تعيد بث البرامج والماتشات وغيره. حقيقة مصيبة ما بعدها مصيبة. اللي طلع بيقوله الاخ طلع بيقوله على اليوم السابع. CNE والدولة فرطوا في حق مصر اصلا، ولو ما ابتديناش نتحرك فورا انسوا ان مصر يبقى لها مكان اصلا بعد سنة او دور في الاعلام. ناهيك ان قطر طلعت خلاص امرها سهيل سات عشان يحل محل النايل سات، وكل سنة وانتوا طيبين تستمتعوا بقى بالنني واستمتعوا بالصلاح، ومش مهم مصر عشان الاخوة في الصحافة المصرية يدافعوا عن حقوق قطر في انهم يفرجونا على اللي هم عايزينه، اشي مطبخ واشي اطفال واشي افلام، وما خفي كان اعظم. الموضوع ده هنناقشه الاسبوع اللي جاي عشان نشوف ان اللي بنعمله في الاعلام ما يفرقش عن اللي عملناه في موضوع ريجينيه. ولكن الله يا مصر في اولادك.